هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد ومنتج جديد معانا وحلو جدا، مفاجأة لكل الناس اللي بتحب منتجات وفوط جرين واي. دلوقتي بمنتجات جرين واي والفوط دي تقدري تنضفي كل حاجة واي حاجة في البيت بمنتهى السهولة ومن غير منظفات كيميائية تتعبك وتبهدل صحتك، ومن غير فلوس كتيرة في المنظفات اللي بندفعها. تنجز في الوقت في اسرع ما يمكن. تعالوا بقى نتكلم عن كل حاجة بالتفصيل بس بعد الانترو. ازيكم يا بنات من تاني؟ عاملين ايه؟ معاكم نسمة علوي. اللي لسه ما اشتركش في القناة معانا يشترك على طول علشان ما يفوتهوش اي فيديو من الفيديوهات اللي بننزلها والحاجات الجديدة. هتلاقي تحت الفيديو كلمة اشتراك او سبسكرايب، دوسي عليها عشان تشتركي معانا ويوصلك كل الفيديوهات الجديدة، ودوسي على الجرس اللي جنبها عشان يجيلك كل الاشعارات عن اي فيديو بنزله. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجه تعالوا نشوف الاوردر اللي معانا وبعدين نتكلم ايه هي جرين واي للناس اللي ما تعرفهاش. ده معجون المستك وهنعرف دلوقتي هو بيعمل ايه بالظبط. ودي انواع مختلفه من الفوط زي ما انتم شايفين كده، كل حاجه نوع مختلف عن التاني. ودلوقتي هنفتح كل حاجه ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. ودي الواح الغسيل برضو هنعرف بتعمل ايه بالظبط. وفوطه لاصقه دي بتاعه سكراب للوش، هنفتحها برضو ونشوف عامله ازاي من جوه. ودي فوط دهون اهي. ودي فوط للتراب، كل دي التركواز دي فوط تراب. ودي فوط الازاز والمرايات. ودي فوطة المواعين. وده بقى الصابون التحفة بتاعنا الوحيد اللي ينفع ينظف الفوط دي كلها. زي ما شفتوا ده كده الاوردر بتاعنا كله. وتعالوا بقى نثبت الموبايل ونشرح فوطة فوطة بتعمل ايه. خليني اقول لكم في الاول اللي مش عارفين ايه هي شركة جرين واي او فوط جرين واي. شركة جرين واي دي شركة من روسيا، كل منتجاتها طبعا صناعة روسية. الشركة فيها كوزماتكس، منتجات كتيرة جدا جدا جدا، من ضمنها فوط وحاجات للبشرة وحاجات للشعر وحاجات زيوت طبيعية بيور معصورة على البارد وحاجات كتيرة جدا جدا. طبعا احنا مش هنقدر نجيب كل الحاجة في فيديو واحد، انا هعمل لكم هنا سلسلة في القناة كلها عن منتجات جرين واي. كل فيديو هيبقى بمنتج جديد وتجربة جديدة. هجيب الفوطة وهوريكم تجربتها ازاي هي فعالة جدا وبتعمل حاجات كتيرة جدا واحسن بكتير من الحاجات الكيميكالز اللي بنستعملها اللي بتأثر علينا. كل منتجات جرين واي كلها منتجات طبيعية ما فيهاش اي كيميكالز خالص. وكذلك الفوط. اللي مش عارفين الفوط بتعمل ايه، الفوط بتنظف لك كل حاجة واي حاجة، دهون، تراب، ازاز، اي حاجة صدت عندك في البيت، اي حاجة بتنظفها. كل فوطة ليها حاجة معينة، بمعنى ان مش فوطة واحدة بتعمل كل ده، لا، كل فوطة لها تخصص معين لانها معمولة تناسبه هو بس. يعني في فوطة للتراب، في فوطة للمرايات والازاز، في فوطة للدهون، في فوط للبشرة، في فوط للشعر. ففي كل فوطة بتعمل حاجة معينة. فتعالوا النهاردة للحاجات اللي وصلت اوريكم اشكال الفوط كده عموما، وبعد كده هيبقى في فيديوهات تانية عن تجربة كل فوطة قدامكم ازاي بتأثر في الحاجة وبتنظفها كويس جدا. وخليني اقول لكم ان الفوط دي تقدروا بيها تنظفوا الحاجه من غير اي منظفات كيميائيه. يعني انتوا دلوقتي مش هتحتاجوا انكم تروحوا تشتروا اي باور بقى ولا ستريس بتاعه الدهون، الحاجات اللي بتتعب الرئه جدا. الناس بالذات اللي عندها حساسيه بتنهار من الحاجات دي وبتتعب جدا، وحتى السلام كمان بيتعبوا جدا من المنظفات دي، لان الباور والستريس واي حاجه بتزيل الدهون بيبقى فيها نسبه كيميكالز عاليه جدا بتتعب الرئه. وحتى لو انت فاكره ان هي مش هتضرك دلوقتي وانها عدت على خير بعد ما استعملتيها، فهي للاسف هحب اقول لك ان هي بتأثر تأثير سلبي جامد جدا على الرئتين. مع المدى ممكن تلاقيه عملت حساسية، تعمل اي حاجة في الرئتين، اي مشاكل. فتجنبا للمخاطر دي، طالما الحمد لله وصلنا لمنتج نظيف وشركة اجنبي ومنتج جودته عالية جدا، فيبقى الافضل ان احنا نستعمل الحاجات الطبيعية دي عشان طبعا نحافظ على صحتنا وعلى الرئة والجهاز التنفسي وعلى الجلد كمان، لان المنظفات دي بتبهدل الايدين والجلد. وكمان نوفر فلوس، لان طبعا لو حسبته بتجيبي منظفات قد ايه خلال السنة هتلاقي ان سعر الفوطة اوفر بكتير جدا. بس طبعا في المقام الاول الصحة، علشان الرئة والجهاز التنفسي دي حاجة مهمة جدا ما ينفعش نخاطر بيها. بنصحكم بجد كلكم تجربوا المنتجات والفوط دي، هتريحكم، هتنجز لكم في الوقت جدا وهتوفر حاجات كتيرة. فيلا بقى بينا نشوف اول منتج معانا.
اول حاجه معانا فوط الدهون. طبعا انا هقول الموجز عن كل فوطه علشان ما يبقاش الفيديو طويل جدا، لان لو اتكلمنا باستفاضه عن كل فوطه يبقى الفيديو محتاج يتقسم على 5-6 فيديوهات عشان نقدر نتكلم باستفاضه عن كل فوطه. فهنحاول نتكلم بايجاز كده على كل منتج، وبعد كده هيبقى في فيديو مخصص لكل منتج نتكلم عنه باستفاضه. اول حاجه معانا فوط الدهون. فوط الدهون عندنا في منها 4 اشكال كلها بتاعه دهون، بس كل حاجه بتبقى مفضله لحاجه معينه في الاستعمال. فاحنا النهارده معانا 3 بس، 3 انواع اللي موجودين معانا من فوط الدهون. الفوطه الرابعه لما توصل اكيد هنعمل لها فيديو لوحدها. خلونا نشوف اول فوطه معانا هنا. طبعا فوطه الدهون ده شكلها. انا نسيت اقول لكم ان كمان من كتر ما الحاجه سيفتي وامنه ان الكرتونه كمان مصنوعه من مواد عضويه، فحلو جدا لو انت عندك زرع بتزرعي تاخدي حته تقطعيها من الكرتونه نفسها وبتدوبيها في ميه وبترشي بيها الزرع بتاعك، بتلاقي الزرع بقى تحفه وبيفرق جدا مع الزرع. فده لان هي مصنوعه من حاجات عضويه، فده كمان يبين لكم قد ايه الشركه بتهتم حتى بالكرتونه انها منتجات طبيعيه. فتخيلوا بقى الفوطه نفسها تبقى عامله ازاي. ده شكل الفوطه كده، الكرتونه من قدام. دي كده شكل الفوطه من جوه. هي وشين، وش خشن علشان تعملي بيه شفاط بوتاجاز، تعملي بيه اي حاجة من الحاجات، الحيطة، اي حاجة فيها دهون صلبة تقدري تعملي بيها بسهولة. والناحية التانية وش ناعم، ده بنفضله لو حد عنده مطبخ خشب علشان الوش الخشن ما يجرحش المطبخ الخشب، فبنستعمل الوش الناعم اللي هو ده. وبرده تنفع طبعا للكنب وللسجاد والحاجات دي كلها، بس لو عندك الكنب ستان او حرير فطبعا بنستعمل الوش الناعم عشان الوش الخشن ما يبوظهوش. انما لو عندك بقى الكنب جود قطيفة اي حاجة تانية فبتستعملي معاه الوش الخشن عادي. وانا عموما بفضل الكنب او السجاد معاها فوط الدهون التانية لان هي بتبقى ماسكه نفسها شويه، فبيبقى سهل ان احنا نعمل الكنب والسجاد بيها، علشان السجاد بيبقى محتاج حاجه ناشفه شويه في ايدينا نستعملها، انما الفوطه شويه هادله عشان فيها وش ناعم فشويه هادله. ودلوقتي هنشوف الجلافز بتاع الدهون والقرص اللي قلت لكم عليه وهتفهموا. دي تاني حاجة معانا تبع الدهون، ده الجلافز بتاع الدهون. دي شكل العلبة كده ومن ورا شكلها اهي. تعالوا نشوف من جوه. ده شكل الجلافز معانا بتاع الدهون. طبعا هو الوشين بتاعه بنستعمله، دي ميزة حلوة جدا عشان ما يبقاش في حاجة مهدرة معانا والاتنين بنستعملهم. الوشين خشن زي ما انتم شايفين، وانا بحبه جدا جدا في تنظيف الكنب والسجاد لانك بيه تقدري تتحكمي احسن بكتير. فزي ما انتم شايفين كده بتقدري تدخلي ايديكي جوه ويبقى معاكي تنضفي بكل سهوله، لان تخيلوا لو انتوا حاطين ايديكوا جوه الجلافز هيبقى التنظيف بتاع الكنب والسجاد محكم اكتر، ولا لو انت ماسكه حاجه في ايديكي. فانا بحس ان لو انت ماسكه حاجه في ايديكي هتبقى متطبقه فمش هتقدري انك تتحكمي في نظافه الحاجه، انما هنا وايديكي جوه الجلافز فهتبقي متحكمه اكتر وهيبقى ضغطه ايدك على السجاد والكنب اقوى. فانا بحب جدا ده غير زي ما قلت لكم ان هو متماسك مش هادل، فدي حاجه حلوه. غير كمان ان هو عريض جدا، فهتنجزي حته كبيره من السجاد او من الكنب وانتي بتنضفي. فبمجرد ما تحطي ايدك كده وهتبداي تحركي كل المنطقه دي بتنضف، فهتنجزي وتخلصي بسرعه. عشان كده دايما برشح للناس الجلافز للكنب والسجاد عشان محكم اكتر، تقدري تتحكمي فيه احسن، وقوه ضغطك على الكنب والسجاد هتبقى اقوى واكبر زي ما انتم شايفين كده. القرص بتاع الانفلفر بتاع الدهون. ده شكل كده القرص من جوه، وحجمه تقريبا قد كف الايد. انا حبيت اوريه لكم عشان تشوفوا تقريبا حجمه قد ايه. حلو جدا لاكتر من حاجه. زي ما انتم شايفين الوشين بتوعه خشن،
تقدري تستعمليه للشوزات لو في حاجه فيها مش نظيفه، تقدري تنضفيها بكل سهوله بالقرص ده. وكمان تقدري تستعمليه في اي حاجه تانية للدهون، بس هو زي ما انتم شايفين حجمه مش كبير، فزي ما قلنا الجلافز الكنب والسجاد بيبقى اكبر ومحكم اكتر. ممكن تستعمليه لو عندك جزء في المرتبه الكنبه شفاط، هيبقى حلو معاكي، حجمه مناسب وبرده نفس قدرته على ازاله الدهون زي بقيه الفوط بتاعه الدهون. طبعا في الفوطه بتاعه الدهون الرابعه اللي قلنا عليها، بس هي مش متوفره حاليا، فلما تيجي اكيد هنعمل بيها فيديو ان شاء الله. دي فوطه لاسكا، ده شكلها من قدام، شكل العلبه اهي، بتيجي من جوه شكلها كده. ودي سبونشة معمولة من شجر البامبو، دي مخصصة لسكراب الوش علشان الناس اللي عايزة تعمل ازالة جلد ميت، وده طبعا حاجة هيلثي جدا للوش، انك تشيلي الجلد الميت اللي على وشك، عشان الجلد الميت بيغمق لون البشرة وبيسد المسام، ومن الحاجات اللي بتخلي البشرة تطلع بثور سودا وحبوب، فلازم من الحاجات الهيلثي جدا والصحية للبشرة انك انت تعملي ازالة للجلد الميت ده. فسبونشة البامبو دي معمولة زي ما قلنا من شجر البامبو، احسن حاجة لازالة الجلد الميت وتعملي سكراب لوشك بيها. هي بتيجي كده انك انت تحطي صابعين جوه الاسبونشة كده، ومجرد بس انك تبلي وشك وتبدأي تعملي حركات دائرية بالاسبونشة دي، بتشوفي الفرق قدامك، لانها بتطلع هنا على الاسبونشة بتشوفي الجلد الميت والدهون اللي طلعت، فبتحسي بالفرق. وهي خامتها متوسطة، مش خشنة ومش ناعمة، فخامتها تنفع لكل انواع البشرة، حتى اصحاب البشرة الحساسة ما يلاقوش منها. الشركة مراعية ده جدا، فعملاها تنفع كمان للبشرة الحساسة، فبجد بتفرق مع الاستعمال، بتحسي قد ايه فرقت مع وشك. غسيل حبيت اقولها لكم قبل ما نبعد قوي عن فوط الدهون، لان هي ليها علاقه قويه بفوط الدهون. هي بيجي منها 3 الوان، الاورنج والموف والبينك. العلبه بيبقى جواها 60 شيت من الالواح الغسيل، لما نفتحها مع بعض وتشوفوها هقول لكم بقى بنستعملها في ايه. هي شكلها كده من جوه، زي ما قلنا العلبه بيجي معاها 60 شيت، ودي الواح الغسيل. في ناس تقدر تشتريها بالواحده كده، لو ما تقدريش تشتري العلبه كامله تقدري تشوفي حد بيبيعها بالواحده، وانا هحط لكم قبل ما انسى لينك الجروب اللي تقدري تشتري بيها كل المنتجات بتاعه جرين واي والواح الغسيل بالقطعه، لو عايزه هحطه لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو، هتلاقوا لينك الجروب اللي تقدري تشتري بيه زي ما قلنا كل الفوط واي منتج من منتجات جرين واي والواح الغسيل بالقطعه، مش شرط تشتري علبه كامله. وزي ما قلنا ده شكل اللوح، حجمه حلو جدا، هو متقسم زي ما انتم شايفين كده، ممكن تقطعي منه حته، فمش شرط تاخديه كله. زي ما انتم شايفين حجمه حلو، خامته عامله زي الفوم كده، فممكن تقطعي زي ما قلنا منه حته صغيره وتحطيها مع ميه في بخاخ او على الفوطه على طول. ده بقى بيعمل ايه؟ ده بيعمل كل حاجه تقريبا. عندك دهون على اي حته، بوتاجاز، شفاط، اي حاجه، بيشيل الدهون تماما مع فوطه الدهون، يعني هو وفوطه الدهون مع بعض بيكملوا بعض، بتلاقي الدهون اتشالت بمنتهى السهوله وبمنتهى السرعه. فانصح بيه جدا جدا مع فوطه الدهون في تنظيف اي حاجه عندك، هتنجزي في الوقت جدا. وفي فكره حلوه جدا، انت ممكن تجيبي اي بخاخ فاضي عندك وتاخدي لوح من ده وتقطعيه وتحطيه جوه البخاخ وتحطي عليه كوبايه ميه وترجي كويس، فهيدوب على طول وهيتحول لصابون، وترشي على اي حاجه عندك هتشيل الدهون تماما، وهيبقى عندك بخاخ فيه السائل جاهز لاي حاجه بقى. غير الدهون كمان بيشيل اي بقع في الهدوم، من كتر ما هو سيفتي ممكن تحطيه في غسالة الهدوم نفسها، وممكن كمان تستعمليه شامبو لشعرك من كتر ما هو سيفتي وآمن جدا. وعندك اي بقع في الهدوم، حبر بقى، اي حاجة الولاد وقعوها على الهدوم، اكل، مشروبات، اي حاجة بيشيلها بمنتهى السرعة. وبعد كده هنشوف مع بعض فيديوهات قدامنا قد ايه هو يجي بقى الفوطة السبليتر بتاعتنا، ده شكلها كده زي ما انتم شايفين، بتيجي كده
ليها وشين، وش خشن شوية علشان اي مكان عندك او سطح ناشف تقدري تستعمليه فيها وتشيل كل حاجة وتنظف، بتخلي الحاجة بجد زي الفل. ووش تاني ناعم للحاجات الناعمة علشان ما تجرحيهاش. فكده معانا فوطة بوشين ممتازة تستعمليها لتنظيف التلاجة جوه وبره، بتخلي التلاجة في ثانية بمجرد بس بالمية بتخليها زي الفل. بتستعمليها كمان لتنظيف الميكرويف برضو من جوه ومن بره، وبتستعمليها لتنظيف الرخام، بتخلي الرخام بيلمع وممتاز. فبجد من الفوط اللي لو جربتيها مش هتقدري تستغني عنها. وزي ما انتم شايفين بصوا ده الوش الخشن، لان هي هنا فيها الاصفر والازرق ده بيعمل وش خشن، وده وش ناعم. فوطة ممتازة وبجد لو جربتيها هتدمنيها مش هتقدري تستغني عنها. وفي معلومة نسيت اقولها لكم هي اساسية وكان المفروض نقولها في اول الفيديو، ان كل منتجات جرين واي معمولة بالمايكرو فايبر وبايونات الفضة، ودي حاجة بتبقى انتي بكتيريا، بتخلي البكتيريا ما تتنقلش من مكان لمكان وبتعقم الحاجة. لما تجربيها هتحسي بنفسك قد ايه هي حاجة قيمة وممتازة جدا. نيجي بعد كده للفوطة اللي بعشقها جدا، فوطة التراب. ده شكلها كده، وده شكلها من جوه. حجما كبيرة زي ما انتم شايفين، حجمها كبير. بيجي منها لونين، لون فيروزي ولون اورنج، ما يفرقش اي حاجة، هو الفرق في اللون بس. ليها وشين برضو، وش ده يقدر يجيب لك التراب من اي مكان حتى لو صعب الوصول ليه، والوش ده وش ناعم لو عايزة تعيدي بيه كده. الفوطة دي بجد سحر، ممتازة جدا، بتلم التراب كأنك بالظبط مشغلة مكنسة بتشفط التراب فعلا فعلا بالمعنى الحرفي. بتلمي كمية كبيرة من التراب في وقت قصير جدا، ما بتحتاجيش كل شوية انك انت تروحي وتيجي على الشباك عشان تنفضي. واهم حاجة فيها انها ما بتعفرش خالص وانت بتلمي التراب. الجهاز التنفسي عندك ما بيتعبش، لان هي زي ما قلنا ما بتعفرش خالص، فما بتتعبيش ولا الجهاز التنفسي بيتعب ولا الناس اللي عندهم حساسية بيتبهدلوا. فهي بتنجز في وقت قصير، بتقدري تلمي كمية كبيرة من التراب او تعملي البيت كله من غير ما تروحي وتيجي زي ما قلنا تنفضي من الشباك ولا الكلام ده. بتتغسل بسهولة جدا تحت المية، بتبقى زي الفل. وبعد كم مرة لو اتبهدلت قوي بتقدري تستعملي الصابونة اللي احنا هنقولها في اخر الفيديو دي عشان تنضفيها. فبجد من الحاجات اللي رشحها للتراب، ممتازة بالمعنى الحرفي، لو جربتيها ما عدتيش هتقدري ابدا انك تستغني عنها. دي بقى فوطة المرايات والازاز. ده شكلها كده، حجمها برضو كبير زي ما انتم شايفين، ده حجمها. الفوطة دي تقدري بيها ما عدتيش تستعملي جلانس ولا اي حاجة من الحاجات دي، مجرد انك انتي بتستعملي الفوطة ناشفة او مبلولة. وفي فكرة تانية انك انتي ممكن تاخدي نصها تبليها وتعصريها كويس جدا والنص التاني يبقى ناشف، تلمعي اول مره المرايات والازاز بالنص المبلول اللي عصرناه، وترجعي تعيدي عليه بالنص الناشف، هتلاقي في ثانيه المرايات نضفت وبقت زي الفل. بجد بتفرق جامد. الجلانس بيخلينا نفضل ندعك كتير في المرايه عشان التشابيح بتاعه الجلانس تروح والمرايه تبقى مش مغششه، تبقى صافيه، فلغايه ما ايدينا بتخدل وبنتعب جدا. انما الفوطه دي من اول مره بتخلي المرايه بتبرق فعلا وبتلمع جدا، فهتحسي بفرق فظيع. ما عدتيش هتحتاجي تستعملي جلانس ولا اي حاجه من الحاجات دي، هتفرق معاكي جدا جدا. وكمان في كريستالات النجفه بكل سهوله هتخليها تنضف وتلمع خالص، فانصحكم جدا بيها. وكمان ممتازه جدا مع الازاز بتاع العربيات، بيخلي الازاز زي الفل في ثانيه. فلو عندك عربيه تقدري تستعمليها او تجيبيها هديه لجوزك، هيفرح بيها جدا، لان بجد بتفرق جدا في المرايات والازاز بتاع العربيه، في ثواني بتخليه بيلمع ونضيف.
فوطة المواعين استعمالاتها كتيرة، وده شكلها كده. ليها وشين، وش خشن ووش تاني ناعم. تقدري تستعمليها بسهولة في المواعين من غير ما تستعملي صابون اللي بيبوظ الايدين وبيسيب اثار برضو في الاطباق والكوبايات. فالفوطة دي معمولة مخصوص ان تخلي المواعين زي الفل من غير اي صابون. كمان مش معمولة بس على قد المواعين، انت كمان ممكن بيها تنضفي الفاكهة والخضار كويس جدا. في ناس كمان نزلوا فيديوهات جابوا الكوسة وغسلوها، ومجرد ان هم دعكوها بالوش الخشن ده فعلى طول اتنجرت الكوسة وبقت زي الفل، محتاجوش ان هم ينجروها بسكينة ولا اي حاجة، وبتنجز في الوقت جدا. في وقت قياسي خلصوا الكمية الكبيره بتاعه الكوسه. فهي بجد حاجات كتيره ممكن تعمليها زي ما قلنا، لتنظيف خضار، تنظيف فاكهه، للمواعين، واستعملتها كتيره قوي وما بتستغنيش عنها. اما ده بقى معجزه حقيقيه، ده معجون المستك الاخضر، في منه اخضر وفي منه اورنج. الاورنج بيبقى باودر، انما ده اللي هنتكلم عنه النهارده مستك الاخضر، هو من جوه معجون. ده تحفه مع اي حاجه عندك معدن باظت، بيرجعها نيو جديده زي ما هي، زي كانك لسه شارياها. حجمه حلو جدا، 100 جرام، فبيقعد معاكي كتير مش قليل. حته منه صغيره على اي حاجه معدن زي ما قلت لكم، بجد بجد بيرجعها نيو، بيرجعها كأنك لسه شارياها. اي صدى، اي حاجة باظت عندك معدن، بيرجعها زي الاول واحسن كمان. وهحط لكم دلوقتي صور لحاجات قبل وبعد تشوفوا قد ايه فرق مع الاستعمال. انا بنصح بيه جدا مع فوط الدهون. اي حاجة معدن عندك حطي منه حتة مع فوط الدهون وادعكي، هتلاقي الحاجة بجد تحفة. انت هتتفاجئي بجد من النتيجة. هتلاقوا دلوقتي صور ظهرت قبل وبعد مع استعمال المعجون، الفرق عامل ازاي. اخر حاجة واهم حاجة معانا في الفيديو الصابونة دي. كل الفوط دي ما ينفعش تتنضف باي حاجة ابدا، والا هتبوظ مفعولها. لان الفوط دي كلها معمولة بمايكرو فايبر واينات فضة زي ما قلنا، ومعمولة بطريقة طبيعية. ما ينفعش انك تستعملي معاها اي حاجة للتنظيف الا حاجتين بس، يا اما الواح الغسيل اللي تقدري تنضفيها بيها، انك تاخدي حتة من لوح الغسيل مع شوية مية وتدعكي بيها الفوطة وتخليها زي الفل، فدي الحاجة الامنة جدا مع الفوطة. او الصابونة دي بس، مش نوع تاني، لان هي لازم معاها صابونة زيوت كلها بيور. في ناس استعملوا صابونة نابلس شاهين وهم بنفسهم قالوا ان هي بوظت لهم الفوطة، لان صابونة نابلس شاهين مش بيور تماما، مخلوطة، فقالوا ان هي بوظت معاهم الفوطة. ده كان كلامهم من نفسهم هم، ان نابلس شاهين قللت من كفاءة الفوطة وبوظتها عشان هي مش بيور تماما. الصابونة دي اللي برشحها لكل الناس، كلها زيوت طبيعية. دي الصابونة اللي تنفع جدا لتنظيف الفوط وتخليها زي الفل. صابونة سوري او زي ما انتم شايفين اسمها زنوبيا سوب. مكوناتها حلوة قوي قوي قوي، مكوناتها كلها بيور، زيوت طبيعية زي ما انتم شايفين، زيت زيتون، زيت غار، زيت سمسم، زيت جرجير، زيت خس، زيت خروع، زيت لوز. كمان حلوة للبشرة والشعر. فعشان كده دي الصابونة اللي تنفع مع الفوط لانها بيور كلها، وحجمها كبير جدا 200 جرام، فهتقعد معاكي كتير. وده شكلها كده من جوه، ده شكلها كده. بصوا حجمها قد ايه، كبيرة جدا وتقيلة جدا، فلو هتقعد معاكي كتير جدا مش هتخلص بسهولة. فدي الصابونة الوحيدة اللي برشحها لتنظيف الفوط. اي صابونة تانية هتبوظ لك الفوطة، خلي بالك، لان الفوط دي حرام انها تبوظ بصابونة تانية، فاستعملي دي بس.
وبكده نبقى خلصنا فيديو النهارده والمنتجات اللي وصلت معانا من جرين واي، والمنتجات بعد كده اللي لسه ما وصلتش اول ما توصل هعمل لكم بيها فيديوهات، وكل فوطه من دي هيبقى ليها بعد كده فيديو منفصل، لان احنا النهارده يعتبر اتكلمنا بايجاز، لان الفوط ليها حاجات تانية جميله جدا وهتشوفوا قدامكم قد ايه هتفرق في الاستعمال. فتابعوني علشان تشوفوا بقيه الفيديوهات وبقيه التجارب قدام عينيكم. وطبعا زي ما قلت لكم لو عايزين اي فوطه من دي او سواء فوط صابون الواح اي حاجه، هحط لكم لينك الجروب اللي تقدروا تجيبوا منه تحت في صندوق الوصف، هتلاقوا كل الحاجات دي متاحه. وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان تشوفوا الفيديوهات الجديده، ويا رب يكون فاتكم الفيديو النهارده والمنتجات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك تحت الفيديو، واكتبوا لي كومنت ايه اكتر حاجه نفسكم نجربها، فوطه الدهون ولا التراب ولا الازاز، ولا اكتر فوطه نفسكم تجربوها. ولو حد جرب الفوطه يا ريت يكتب رايه تحت علشان يفيد بقيه الناس معانا. كان معاكم نسمة علوي، واشوفكم دايما على خير يا رب، وفي فيديو جديد وقريب جدا ان شاء الله. باي باي.